مسك بالخير يا علي. خير؟ منين جاء الخير هو؟ ايش هي كل اشياء مخرجني من الدوار؟ ايش ثم في الحكايه المره هذه؟ ثم كان الخير ادى مشروع كبير يا علي، موضوع قوي ياسر متاع كبارات. ايش هو الموضوع هذا؟ وانا ماني حالفه بمين، نشاورك في الكبيره وفي الصغيره. هي وما يودك بالود كان صاحبك وحبيبك وانت حبيبي يا علي. هي تمشيش تدير لي زي هيك المره حكايه السكر والزيت. لا يا علي هاك موضوع وتعدى على روحه. ظهرتنا منه على روسنا يا عاتي. يا علي ما حكينا فيه الموضوع هذا، قلنا لك راهم مبيوعين، راهنا مبيوعين. اما الدالة حسبتها وضربت خماسي في سداسي وقلت حكاية البنان ما يلزمهاش تغفلنا يا علي. بنان؟ نعم. ايش بيه البنان؟ تي ما هو مسعر البنان عاد. واعوذ بالله من غضب الله، مسعر كان علينا وانت يا علي، مسعر كان محتحت. ونزيدك زيادة، كل حاجة يخبروا فيها في الإذاعة يقولوا راهي مسعرة يغلى صومها ويبدا فيها المكسب. ايوه في بالك كيلو البنان يقدروا يبيعوا فيه في السوق يا علي؟ قداش؟ ب 12 يا علي. 12؟ هي والاقتصادية ايش عملنا فيها يا عاتي؟ يا علي افهمني يا علي، نبيعوا عشية من العشية ما عدا الثلاثة ما عادش تجيك تدور بيك الاقتصادية، ونبيعوا نهار لحد وقت لا دار مسكرة، ونزيد نحط يدينا في يدين بعض. انت تبيع الهنشير يا علي ونبيعك البهيمة اللي عندي، وناخذوا مع بعضنا كرهبة ونحطوا جماعة محتحتة في البلايص الكل، ونبدو ندوروا عليهم ونتحكموا في مسالك التوزيع، ونبدو يا خويا نجبدوا في المال ونبدو من العيال. هي في بالك الكيلو قداش فيه ربح يا علي؟ قداش فيه؟ 6000 يا علي الكيلو فيه 6000. 6000 في الكيلو؟ اي نعم. إيه. والكردونه فيها 40 كيلو. اضرب خماسك في سداسك والكرهبة تولي معبية، وكل يوم نقبض الصوارد ونولوا من العيال ونعملوا شهر في العاصمة وكلزم نشروا الدوار الكل. ايش قلت يا ليا؟ نمشوا فيه الموضوع ولا ما نمشوش؟ وكي يرخص البنان وتيح لل5000، ايش عملنا وجي مليح يا عاتي؟ يرخص البنان وتيح لل5000، هذه الحق يا ربي ما قرت لاش حساب. كيفاش يرخص البنان وحساباتي وسهر الليالي وستيلو والورقة والحسابة والكرهبة والبهيمة اللي بعدها والعاصمة وحساباتي، معناها كلها تمشي حرام. زايد اللي ملتف يقعد طول عمره ملتف. أعوذ بالله من غضب الله.